السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله جاية لكم بفيديو جديد، وطريقة حلوة جدا جدا لدبابيس الفراخ بطريقة البروستد يعني، او طريقة كنتاكي. الطريقة دي حلوة جدا. الطريقة دي بجد مهما كان حجم الورك معاكي بيستوي، بيطلع دايب اللهم بارك. وهقولك كل التكات والحركات اللي ممكن تعمليها علشان يطلع اللحم معاكي مستوي كويس قوي قوي قوي. بجيب الدبوس طبعا بعد ما بنغسله غسلة اولية كده ونشيل منه كل الزفارة او الحاجات اللي بتبقى تحت الجلد الملزلزة دي بنشيلها. تمام. ببدأ ان انا اجيب الدبوس كده، واشيل الجلد بس من يعني ابعد الجلد كده، واعمل فتحة كبيرة عند العظمة بالظبط بتاعه الدبوس، وابدا ان انا افتح اللحم من حوالين الدبوس خالص. الحركه دي بتضمن لي ان اللحمه معاكي بعد ما تحطيها في الزيت نيه تستوي كويس جدا جدا جدا. انا هنا ممكن انت تجيبيه مخلي او مش مخلي يعني، الفرارجي هو اللي يعملها لك. ممكن انت تعمليها بمنتهى البساطه خالص خالص في البيت. اهم حاجه تحافظي على الجلد بتاعها علشان هو ده اللي بيدينا الكراست او القرمشه في الاخر يعني. تمام. انا هنا بوريكم طريقه بتاعه خلي او يعني فك الدبوس بمنتهى البساطه والسهوله. بيبقى عندك خط ابيض كده موجود فيه الدبوس من جوه. ببدا ان انا بالسكينه بوزها رفيع كده، ببدا ان انا اقطع واسلك شويه كانك بتشفي كده، اسلك شويه اللحمه من العظمه. خلاص، دي اهم خطوه تعمليها لو الدبابيس بتاعتك كبيره. وتاني حاجه ان هي بتدخل التتبيله لقلب الدبوس من جوه، فبتبقى اللحمه كلها بتاعت الدبوس اللهم بارك متبله. انا هنا كان معايا حوالي كيلو دبابيس، بس ما شاء الله الدبوس كبير، دبوس حوالي 200 جرام، يعني اقل من ربع كيلو، حاجه بسيطه، فالدبوس كبير ما شاء الله. تمام. هبدا ان انا على طول اغسلهم بقى غسله محترمه تاني. الغسله الاولانيه دي احنا غسلناها غسله بسيطه، لكن الغسله التانية دي غسله ضروريه جدا يعني. واهم حاجه بحطها في الغسله النهائيه بتاعه الفراخ، بحط شويه من الدقيق وليمونتين مثلا، شويه من الخل وشويه من الملح عليهم حاجه بسيطه خالص ميه، وابدا ادعك الدبابيس كويس قوي، او الفراخ اللي عندي كويس قوي 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 بالدقيق. بجد الخطوه دي بتخلي الفراخ معايا بيضه وقشطه ونظيفه وما فيهاش ريحه زفاره نهائيا. الدقيق مهم جدا جدا يا جماعه في الفراخ. اول حاجه بقى بعملها بعد ما نضفت الفراخ خالص، بجيب بقى بصلايه بفرمها فرم ناعم جدا، بحطها في الكبه يعني، واحط عليها معلقه صغيره كده من الملح، واسيبها على جنب شويه. بتنزل ميه كتير، بتنزل ميه كتير. وضربت البصل خليته ناعم جدا جدا جدا، لان انا هستفيد بيه برده في التتبيله الاولانيه للفراخ. تمام. انا هنا كده خلاص خدت ميه البصل اللي انا عايزاها، اللي انا هتبل بيها التتبيله الاخيره. هبدا ان انا احط توابل فراخ. حطيت حوالي معلقه كبيره كده من توابل الفراخ، عليها برضو شويه كده من الشطه على حسب درجه السبايسي اللي انت عايزاها. معلقه برضو حلوه كده متوسطه من التوم البودر. تمام. وهحط هنا كمان بصل بودر برضو معلقه كده متوسطه من البصل البودر. يبقى توم بودر وبصل بودر وتوابل فراخ او توابل البروستد اللي بتبقى جاهزه سواء حار او سبايسي. وهنا شويه من الفلفل الابيض. وطبعا ما تنسيش تحطي ملح حاجه بسيطه في الاخر، لان اوريدي كل التوابل دي بيبقى فيها ملحها يعني. وطبعا هنا عشان اللون بس كده حطيت شويه من الكركم، يعني حوالي ربع معلقه صغيره كده من الكركم. وكمان جبت ظرف من اللي هو بتاع توابل البطاطس الجاهزه. تمام. ظرف كده واحد مكتوب عليه توابل بطاطس، حطيته كامل. بجد خطير خطير خطير، وريحه التوابل بتاعتها حلوه جدا جدا جدا. هعمل ميكس بقى حلو قوي قوي للخلطه الجميله اللي احنا عملناها دي، واحط عليها بس بق كده صغير من اللبن. خلاص. اللبن ليه؟ عشان بيساعد ان كل ما الفراخ تقعد في التتبيله بيطري لحمها يعني، عشان انا عندي هنا الدبابيس كبيره ما شاء الله. بعدين هبدأ ان انا اخلط كل الكلام الجميل ده مع بعضه خلط كويس جدا جدا علشان اي تكتلات تدوب. خلاص. جبت الفراخ بتاعتي بعد ما شطفتها وغسلتها اللهم بارك، طالعه بيضه قشطه. انا بقول لكم دي يا جماعه مهم جدا جدا مع الليمون والخل والملح، بجد بجد بيضيع الزفاره خالص وبيخليها حلوه قوي. انا هنا جبت البصله اللي انا فرمتها فرم ناعم جدا وعصرتها، خدت ميتها ان انا عملت بيها التتبيله الاخيره. هاخدها واحط عليها شويه من الملح وشويه من الفلفل، وهبدا ان انا بعد ما نضفت الفراخ خالص اخدها بقى اتبل بيها الفراخ او اللحم بتاع الفراخ من جوه. اللحمه من جوه عايزه ادخل فيها البصل بنسبه كده بسيطه خالص، ولكن انا هسيبها مثلا في التتبيله او الخلطه الجميله دي ساعتين،
ساعتين، وبعد كده هبدا ان انا اخدها معايا افضي منها الكلام ده كله البصل علشان ما يتحرقش معانا، وكده كده ما بيتحرقش لانه دايب خالص. وبعدين احطها في التتبيله الاخيره. تمام. فانا هنا بشر البصل اللي انا عملته الاولاني ده خدته، طبعا هو مفروم فرم ناعم جدا جدا جدا، حطيت عليه شويه ملح وشويه فلفل اسود وتبلتها بيها وركنتها في التلاجة ساعتين. ده كده اولي. بعد ما ركنتها في التلاجة طلعتها بقى، هبدا ان انا اجيب طبق تاني هفضي كل الزيادات بس من البصل كده من على الدبوس. تمام. علشان هبدا ان انا احط في الخلطه الجميله بتاعت التوابل اللي احنا عملناها واللبن. تمام. هبدا ان انا اتبل بقى الدبوس كويس قوي 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 من جوه ومن بره كده، وادخله في ادخل التتبيله يعني في قلب الدبوس، وهركن على جنب. هاخد كل الكميه، لازم نصفي اي تكتلات بسيطه كده من البصل او يعني واضحه كده من البصل، اخليها على جنب، وابدا ان انا انزل منها كل التتبيله واحطها بقى في التتبيله الاخيره دي، وهنسيبها بقى في التلاجة. عايزه تسيبيها ساعه 2 4 10 ليله كامله، كل ما هتسيبيها كل ما هتشرب من التتبيله وكل ما هتبقى احلى بكتير جدا. خلاص كده يبقى احنا متفقين ان احنا عملنا الخطوه الاولانيه. بعد ما غسلنا الفراخ بشرنا البصلايه خدنا ميتها، دخلناها في قلب تتبيله البهارات، وبعد كده البصلايه نفسها حطينا اللي هي القشر بتاعها، حطينا فيه فلفل وملح، وبعد كده تبلنا بيها الفراخ ساعتين وسبناها في التلاجة، وبعد كده نطلع نصفي منها البصل زي ما احنا ما بنصفي كده، وبعد كده هنبدا نحطها في الخلطه الاخيره بتاعتنا بتاعت التوابل واللبن الخطيره، وهسيبها في التلاجة وقت ما يعني اي عدد ساعات يسمح لي يعني بيها الوقت. تمام. طبعا هيتفضل معايا هنا شويه من التتبيله، انا مش هرميهم عشان هحطها في الميه بتاعه تسقيط الفراخ فيها يعني قبل ما نحط البريدنج. انا هنا جبت ميه بقى خلاص حطيناها في التلاجة. طبعا انا سبتها عندي مثلا حوالي 4 ساعات ولا حاجه في التلاجة. وبعدين التجهيزات بقى اللي احنا هنعمل بيها خلاص، انا هنا وانا ببدا اشتغل كده انا حاطه الزيت على النار، حاطه في حله صغيره علشان احط فيها زيت كتير يعني، وتاخد على الاقل قطعه او 2 بالكتير. تمام. جبت هنا ميه ساقعه جدا جدا كنت حطاها في التلاجة، وبعد كده جبت عليها كمان شويه من التلج. لازم الميه تبقى تلج جدا عشان الكفر بتاعها ما يتشالش من عليها. وحطيت بقى ايه خلطه التوابل الخطيره اللي كانت باقيه معانا. جبت هنا بقى كوبايتين 3 كده من الدقيق، حطيت عليهم معلقه كبيره من النشا، وحطيت عليهم شويه بسيطه خالص من الملح، وكمان هحط سنه كده من الكركم عشان يدينا اللون الحلو بتاع الفراخ من بره، ورشه بسيطه خالص من توابل الفراخ. انا مش هحط اكتر من كده. وانا حطيت هنا في علبه اللي هي بتتقفل بغطا علشان احط فيها دبابيس الفراخ، وابدا ان انا ارجها فتعمل لي طبقه الكراست الخطيره خطيره خطيره من بره. اول حاجه بحط كده الفراخ في الدقيق. تمام. وابدا ان انا انفضها كويس قوي قوي قوي، وبعد كده انزل في الميه الساقعه يا دوب يعني ثواني معدوده جدا من الناحيتين، وبعد كده احطها في العلبه واقفل الغطا، وابدا ارج 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 الدبوس كده او الفراخ بتاعتي يعني جوه العلبه، بتعمل لي طبقه الكراست او البريدنج اللي بره، بيبقى خطير جدا جدا، وبتعمل لي شكل التجزيع وهتشوفوها دلوقتي. طبعا اول ما بشيل بنفضها تنفتين كده عشان تنزل اي دقيق زياده. وده كده شكل الفراخ معايا بعد ما اتحط في الخلطه الجميله بتاعتنا بتاعت الدقيق. هنا جبت الحله الصغيره دي حطيت فيها نصها كده زيت، وهبدا ان انا احط الفراخ بتاعتي في الحله، بس بحيث ان هي تكون متغطيه اغلبها كده يعني بالزيت. تمام. وطبعا اول حاجه بحط الزيت واخليه يسخن، ما بخليهوش يسخن لدرجه ان هو يقطع نفسه من الغليان، بس يكون سخن شويه يعني، وابدا انزل فيه الفراخ واغطي عليها. لازم البطل معانا طالما الفراخ عندك كبيره لازم الغطا. كل شويه بفتح ابص على الفراخ اديها تقليبه بسيطه واغطي تاني. اول 5 دقايق بتبقى على نار عاليه علشان تتشمع وطبقه الكراست بتاعتنا تقفل او تمسك عليها كويس قوي. خلاص. يبقى هنا انا بس طبعا القطعه ما شاء الله اللهم بارك كانت كبيره، وكمان لما اتحطت عليها البريدنج بقت كبيره، فالحله كانت صغيره شويه على الحاجه، ولكن احنا هنظبط كل ده مفيش اي مشكله. بنحطها 5 دقايق وعلى نار عاليه، وبعد كده ابدا ان انا يعني افتح عليها وهدي النار شويه واسيبها كمان 5 دقايق لحد ما توصل ل 10 دقايق كده في النار. وطبعا عشان انا فراخ كبيره شويه فسبتها، بدل ما احنا المفروض نسيبها 12 دقيقه انا سبتها حوالي 16 دقيقه القطعه الواحده. طبعا لما لقيت بقى القطعه هنا كبيره كده شويه فطلعتها يعني خليتها تاخد 3/4 سوا، وطلعت قطعه وخليت قطعه تقعد 4 دقايق في الزيت على نار عاليه لوحدها كده لحد ما تاخد اللون بتاعها الجميل من بره، واطلعها بقى خلاص احطها على شبكه علشان يعني ما نحطهاش على مناديل عشان ما تطراش. لازم لما تطلعي الفراخ بتاعتك تطلعيها على شبكه. طبعا انا قلت لكم ان كان في
كان في قطعه اللي هي خدت 3/4 سوا، فاضل لها 4 دقايق بس على النار. انا هبدا ان انا انزلها لوحدها دلوقتي في الزيت، وبرده هغطي عليها واسيبها ال4 دقايق على نار عاليه، وهقلبها خلال ال4 دقايق دول لحد ما تستوي، وهطلعها على كده خلاص. طبعا الزيت عندنا سخن، بنهدي النار بقى قبل ما نحط القطعه الثانيه، ونبدا ان احنا نحط برده. انا بحط قطعتين قطعتين، ولكن قبل ال3/4 سوا كده، عند ال3/4 سوا ببدا اطلع قطعه واسيب الثانيه تكمل براحتها خالص عشان تاخد اللون الجميل اللي احنا عايزينه. طالما انا الحله عندي صغيره شويه، انت عندك الحله اكبر من كده مفيش مشكله، ممكن تحطي قطعتين، ولكن يعني انا نصيحتي ليكي من تجربتي معاها ما تزنقيش نفسك قوي في الزيت علشان الحاجه تاخد راحتها وتبقى ممتازه معاكي. ولكن انا كنت مستعجله في الوقت، ولكن طلعت برده خطيره جدا جدا، اللهم بارك. واهم حاجه يا بنات الغطاء. يبقى احنا دلوقتي بنحط الفراخ في النار 5 دقايق على نار عاليه متغطيه، نار عاليه. وبعد ال5 دقايق ببدا ان انا اقلبها وهدي النار شويه متغطيه برده، اسيبها لحد ايه ما تكمل 10 دقايق، يعني 5 و5 يعني 10 دقايق تمام. وبعد كده ابدا ان انا اعلي النار تاني، تمام. اعلي النار تاني واسيبها 5 دقايق كمان او 6 دقايق كمان على حسب الوقت بتاعك يعني، او كميه حجم الفرخه اللي عندك، تمام. وطبعا كل مره وكل خطوه انت بتعمليها لازم تغطي. التغطيه بتخلي الفرخه تستوي من فوق ومن تحت. وطبعا انتوا خلاص عرفتوا معايا ان انا بطلع الفراخ طالما قطعتين كبار شويه، بطلع واحده 3/4 سوا، ولما الاولانيه تخلص ببدا احط التانية. ده كان اخر كده دبوس معايا، هما 5 دبابيس، اخر دبوس معايا بحطه بقى على النار، وبرده هسيبه ال5 دقايق الاولانيين على نار عاليه متغطيه. وبعد كده هبدا ان انا افتح النار، اديله تقليبه، وعلى طول هبدا ان انا اوطي النار شويه 5 دقايق، وبعد كده ارجع اعليها تاني اخر 4-5 دقايق. خلاص كده ده شكل الفراخ معانا، اللهم بارك. كان خطير، طعمها حلو جدا، تتبيلتها واصله لجوه، اللحمه دايبه وجوسي جدا، ما هياش ناشفه دراي. خدت وقت حلو قوي. وطبعا الوقت ده انت بتتحكمي فيه على حسب حجم الدبوس عندك او حسب الفراخ عندك قد ايه. لو انت الفراخ عندك كبيره زي اللي كانت عندي، الوركه حوالي 200 وشويه جرام، هتبداي ان انت تزودي الوقت شويه بتاعه التسويه، تخليها على الاقل ربع ساعه 15 دقيقه. لكن لو الفراخ شويه صغيره مثلا كيلو ونص ولا حاجه، اللي هو الدبوس ممكن يعمل له 150 جرام ولا حاجه، ممكن ان انت في الحاله دي تحطيها على طول 12 دقيقه بس. وعملت معاها طبعا كول سلو ومكرونه سباكيتي. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه. متنسوش في الاشتراك، اهم حاجه.